لو انت عايز تعمل باك اب للفورتي جيت، تمام، الطريقه بتاعته سهله وبسيطه جدا. اول حاجه هتروح على فوق على ادمن، وبعد كده هتروح على كونفيجريشن، وبعد كده تعمل ريستور لو انت اخد باك اب وعايز ترجعه للجهاز. لو انت عايز تاخد باك اب دلوقتي تقدر تاخد باك اب. لو اتكينا على باك اب هيظهر معانا الصفحه ديت. لو انا عايز الباك اب بتاعي بباسورد، هنعلم على انكريبشن ونحط الباسورد بتاعنا. لو مش عايزه بباسورد عادي خالص، هنقفل علامة الانكريبشن ونتك على اوكي. هينزل معايا بالمنظر دوت اهو الملف دوت، تمام. ولو حبيت اعمل له ريستور بطريقة سهلة جدا، هتك على ادمن برضو وسيستم، وهتك سوري كونفيجريشن، وبعد كده هتك على ريستور، تمام. وبعد كده يجيب لي هنا كلمة ابلود، هتك على ابلود واختار الفايل بتاعي اللي انا نزلته. لو انا كاتب له باسورد فلازم احط الباسورد هنا، تمام. مش هيقدر يعمل ريستور للباك اب غير لما احط الباسورد. لو انا عامل له باسورد، لو مش عامل له باسورد، لو اتكيت اوكي واتكيت اوكي، الجهاز هيعمل معايا ريبوت وهيعمل ريستور لكل الكونفيجريشنز بتاعتي اللي على الفورتي جيت.